لابي. ودائما قبل ما نبدا لا فيديو كنبغي نقول لكم اللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس ديال اريتويتو هكا باش يوصلكم اي جديد ديالنا. ان شاء الله اليوم غادي نبارطاجيو معكم واحد الوصفه خاصه بالبشره وكتصفي الوجه من البقع الداكنه او لا التصبغات. هذه الوصفه جد طبيعيه ومكونات جد سهله، ما تضبيوش، خليكم مع الوصفه. قلت لكم مكونات ديال الوصفه جد بسيطه. اول مكون اللي غادي نحتاجو هو ملعقه كبيره من الياغورت طبيعي، والمكون الثاني الغني عن التعريف الخاص بتبييض البشره وكينقي لنا الوجه من هذوك الشوائب او التصبغات او البقع الداكنه، ملعقه كبيره من الكاكاو يكون مر، وعندنا مقطر ديال الورد اللي غادي نحتاجو في الاخير. المهم دابا غنمشيو ندوزو باش نتعرفوا على طريقه التحضير. غادي ناخذ ملعقه كبيره تكون مع عمراش من الكاكاو المر، وغادي نضيفوا لديك الملعقه الكبيره ديال الياغورت. كنبقاو كنمزجوا المكونات مع بعضها جيدا حتى كنحصلوا على خليط اللي متجانس. كما كتعرفوا ان الياغورت الطبيعي كيعطينا الترطيب الكافي للبشره، يعني كيخلصنا من هذاك الجفاف ديالها. وايضا راكم عارفين ان الكاكاو كيحتوي على مجموعه من الفوائد اللي كما ذكرت سابقا على البشره، فهو مفيد جدا في التبييض، كيعطي الاشراقه، كيساهم لنا في غلق المسامات وكيعطينا اشراقه لامعه. صافي الماسك هنا ديالنا وجد، غادي نطبقوه على الوجه ديالنا لمده 15 دقيقه. من بعد غادي نغسلوه مزيان بشويه ديال الماء دافي، ومن بعد ملي غادي نساليوه وغادي نمسحوه غادي نرشوا عليه المقطر ديال الورد. اي مقطر عندكم ماشي بالضروري يكون ديال الورد، على حسب نوعيه البشره ديالكم وشنو كترتاح فيها. صافي هاد الوصفه ممكن تداوموها من 2 المرات حتى 3 المرات في الاسبوع، راها زوينه بزاف. واللي جرب الوصفه يخليها لينا في التعاليق ويخلي لينا التجربه ديالو. هادشي اللي كاين بالنسبه للوصفه ديال اليوم. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، ومره اخرى كنقول لكم اللي مازال ما اشتركش في قناه اريتويتو يشترك باش يوصلكم اي جديد ديالنا. شكرا على الدعم ديالكم، تهلاو لينا في راسكم.